يلا ندخل جوه نعملهم مع بعض. يلا مع فاطمه الجندي. معانا الثوم، الفلفل، الشبت، الكزبره والملح. هنفرمهم بالسكينه شكل كده. فرمناها. معانا طبعا ضيفة الشرف الطماطم. احنا كده بنوضب الطماطم عشان نعملها طماطم محدقة او طماطم مخللة على حسب ما انتوا بتقولوها ببلدكم. تمام. صلوا على الرسول، وحدتوا لا اله الا الله. في ناس ممكن تفتحها كده بالشكل ده كده، بس انا بصراحة بفتحها كده بالشكل ده. الشكل ده كده تمام. كذلك برضو هنا بالشكل ده. تمام. هنحط معلقة خل او معلقتين حسب ما انت بتحبي الرغبة بتاعتك. تمام. مع الثوم بتاعنا اللي احنا دقينه مع الفلفل والشبت والكزبرة. ونعصر ليمونة. تمام. طبعا انا بحاول ان انا اجهز الحاجه بحيث ان انا ما اخليكوش تملوا مني والوقت يبقى قصير. تمام. انا حابه ان انا اقعد معاكم، بس يعني برضو عشان كل واحد يشوف مصلحته وكل واحد يشوف شغله. نجيب الطماطم اهي، لان في ناس قالوا يعني انت فتحتها ازاي كده. اهي الطماطم اهي. هتضايقي بقى براحتك. اهم حاجه ما يبقاش الملح كتير. تمام. شايفين المنظر؟ شايفين الشكل جميل ازاي؟ اهي. واقوم برضو حاطه هنا بالشكل ده كده. دي طماطم محدقه، طماطم مخلله، ما انتوا بتحبوا تقولوا عليها بالشكل ده كده. اهي. تعمل مع رز ابيض، رز بشعريه، مع رز بعدس، كشر عدس يعني، مع اي حاجه. انا بحبها كده في اي حاجه، بحب اي حاجه فيها بصراحه. انا بحبها جدا. بحب الطماطم المحدقه دي قوي. تمام. بالشكل ده كده. دي بقى اللي احنا فتحناها كده، بس انا ما بحبهاش الفتحه دي بصراحه يعني. انا فتحتها بس عشان اوريها لكم. انا بحب ان انا افتحها زي ما انا فتحت التانيين كده. على ما بحضر الاكل بقى وجاهز الصينيه بتكون هي ايه، خلاص، ايه، اندمجت مع الحاجات اللي انا حطاها فيها. تمام. بقى طعمها حلو. تمام. تمام يا باشا. بالشكل ده كده. ودي طبق الطماطم المخلله بتاعتنا او المحدقه او اي حاجه زي ما انتوا بتحبوا تقولوها في بلدكم. على ما نجهز السفره الصينيه بتاعتنا والاكل. طبعا هنسلق البطاطس معانا مغسوله ونضيفه وجميله اهي. تمام. بالشكل ده كده. على ورق خضره اشطفها بس بالشكل ده كده. هنقطعها كده. طبعا ما انت حابه يعني. في ناس بتقطعها كده دواير او عجل. احنا كنا زمان نقول عليه عجل بالشكل ده. وفي ناس بتقطعها كده. دي حريه. تمام. بتتسلق بالشكل ده كده. تتسلق وبعدين ايه، تتحمر. حابه تحمرها في الفرن، تحمرها في الزيت براحتك برضك، في كلا الحالتين. تمام. ماشي. كده البطاطس بتاعتنا اتسلقت وبردناها.
هنقشرها بقى بالشكل ده كده، ونحمرها في الزيت بتاعنا. طبعا انا مولعها على الزيت. طب الطبق كده خلص تقشير. طبعا كده انا سلقت البطاطس ميه وملح وقشرتها، هنبدا نقليها. طبعا الظروف ما عادش سامحه ان احنا كل يوم نجيب فراخ ولحمه زي الاول، وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي قال الحاجه اللي تغلي ما تجيبيهاش. انا مش هجيب فراخ ولا لحمه، انا هشتغل بالبطاطس، طماطم، بكليات. الحاجات دي برضو فيها البروتين وفيها الفوائد وفيها الحاجات دي، لحد ما نشوف التجار وجشعهم ده هيخلص امتى. طبعا انا عندي هنا الزيت قدح او سخن زي ما بتقولي، احنا بنقول قدح. تمام تمام. نعم يا بابا، حاضر. طبعا معانا طبق الرز العدس، كشري العدس اهوت زي ما انتم شايفين كده بالجمال والحلاوه دي. كشري عدس على اصوله. معانا البطاطس المقليه المسلوقه ومتحمره، يعني بجد بصوا. سامعين الخرفشه دي؟ ودي الطماطم بتاعتنا المحدقه الجميله الحلوه دي بالشكل ده كده. والبصل الاخضر طبعا لا غنى عنه مع اكله حرشه زي دي كده. شوفوا وشكوا على خير وفيديو جديد ان شاء الله.